سيروا يا السلطات المغربيه الله يخطيكم علينا، سير الله يحفظكم والله ينصركم. الحمد لله ربي كبير. المخزن ديال البلاد شد البوال. اسمع نقول لك الا بوبو، شي لا ما رباوكش والديك في بلادك الحمد لله، نعاودوا لك حنا الترابي في بلادنا، نعاودوا نربيوك من الاحتر زيد، ونقريوك ونعلموك ونولوك بان الانسان حاشاكم فاش كيبغي يبول فين كيمشي، والانسان ماشي كيهبط سروالو قدام الناس، قدام خواتاتنا وقدام مواتنا وقدام خواتاتك وقدام مواتك وقدام الجمهور ديالك وهاز العالم ديال بلادك، ومهبط سروالو كتبول في الارض وداير فيديو كتستفز الناس. سمعتي نقول لك طرزان وما كانش كيقدر يديرها. طرزان فاش كان كيبغي يبول كيتعلق في الحبال كينقش 600 شجره وحتى كيبقى بوحدو، الا شاف غا قرد كيشوف فيه كيدور. وانت يا ديرها قدام العالم فين كابر في غابه، دخلنا عليك بالله فين كابر في غابه. هزو دابا المصيبه الكحله، هزوه غلفوه بليكوش، غلفوه بالميكا وليكوش وزوطوه في بلادو، وحضروا معاه يمشي يبول لكم في الطياره ولا شي حاجه. زوطوا اخر خطره تجي للبلاد، اخر خطره تعاود تحط جديك في المغرب. سير الله يعاون. واذا انت اكرمت الكريم ملكته، واذا اكرمت اللئيم كما داير في الصوره تمرد. كلشي شاف فيديو ديال هذا الكائن اللاواعي، الكائن المتخلف، الكائن الهرقاوي، الكائن الامي، الكائن المتجرد من الاخلاق ومن القيم. الشخص اللي امامكم في الصوره يا حسره راه ما كيمثلش نفسه بالدرجه الاولى، باش كيمثل واحد العلم وكيمثل واحد البلد وكيمثل النشأة ديالو والبيئه اللي جا منها وكيفاش تربى ولا اين ينتمي، ولله الحمد راه التصرفات تظهر يوما على يوم. وهادشي نبهنا ليه ونبهنا مرارا وتكرارا ان ردوا بالكم من هذا الكرم الزايد عن حده، حيت راه باقي غتشوفوا الاخر، واقولها واكررها ثانيا، باقي غتشوفوا العجب العجاب. نهار غيتقصاو ونهار غادي يرجعوا لبلادهم وغادي يشوفوا السبان، يشوفوا المعيور، تشوف شي فيديوهات تصوروها وباقي مخبينها دابا باش يسبوكم بها. فما علينا، فحظا هنيئا للناس اللي كانت كريمه فوق القياس وعطات الكرم ديالها للاماكن الخطا. لكن الفيديو ديالنا دابا غادي نحيدوا الطريقه اللغويه وندويو بصراحه معك السي وليد. اسمع السي وليد، الماتش ديال الكاميرون اللي عندك خلي لي التكتيك على الورق، تفاصيل صغيره، ظروف اللاعبين، هادشي كولو بس في نهائي مضمون. انا كاميرون ما كتبانش ليا، واخا تقول لي ما عرفت شنو، الظروف كلها مهيئه في تيرانك، رابح 7000 ماتش، حنا السيمي فينال ديال كاس العالم. انا كنشوف راسي في نصف النهائي، ما كنتيش قاد تحط الصوارت من دابا حيت غتسمع جميع. انا راه ماشي من هذاك المؤثرين ديال تيكي في اي بي نتصوروا، لا صاحبي نحترمك انا منين كدير الواجب ديالك، لكن انت خايب. كل الدعم لك السي والد، كل الدعم التيران تلقاه عامر بالناس. انا كل لقيت تيكي بالثمن ديالها ب 200 ولا 150 درهم غنجي نتفرج فيك، ولكن باش يقول لي واحد 3000 ما غنجيش نتفرج، انسى. ما باغيش الفي اي بي وداك الشيء، وسير عاود لمو اي واحد من طقطقتي السلام عليكم، راك عارف انا بلادي والتوني المسؤول. غدوز السومي فينا وهادو غتشجعوهم ضد نيجيريا. هادشي انا ما تقصاوش ولا طرول ويجيو عندك السيمي فينال. هذاك الشيء اللي دار ليهم في 2000 وكذا ديال 4-0 في مراكش غيدار ليهم الدابل دابا. علاش؟ حيت هو نيفو ديك الوقت كانت مايل، ودابا حنا هو نيفو. هو باش ما بغاو رغم التعثرات والفراقي كاع لعبنا معاه كيرجعوا معنا اللور، واخا تقول لي كيموتوا عارف علاش خايفين. هادو غيبغيو يديروا فيها كاينين غتشدهم غتفرعهم ما ترحمهمش. هاد النوع هكا كيترود، حيت هادشي ديال الكرم ما صدقش معانا وما غياكلش معانا، كنبقاو نتعاملوا معاهم ملكا وشعبا وصافي. يسر خوتنا هما ما كيشوفوناش خوتهم، هما كيشوفونا غادي متقدمين وباني يجرك وما حاملكش، ولكن الحق ديالو الحسد ديالو ها هو في كيبان. راه شو لعاب ويستوني وشو كيدير، باقي تقول لي بنادم حازوق. سير هو صاحبي. الحموشي كيدخل على الخط وكيعتقل الجزائري اللي بات في التيران ديال مولاي الحسن في مباراة الجزائر والكونغو. العالم كامل تفاجأ ملي شاف التربية ديال الجزائريين، التربية ديال الزريبة. واحد من الكبرانات ديال الجزائر غيبول في التيران ديال مولاي الحسن امام الكاميرا. ملعب مولاي الحسن اللي تخسرت عليه فلوس كحله باش يجي موسخ من الجزائر ويبول فيه. حتى المغاربه الله يعطيهم الصحه ما عطلوش، بارطاجوا الفيديو ديالو على نطاق واسع حتى تدخل الامن الوطني واعتقلوه. كان كيحسبنا غير شي نقريحه ديالهم اللي كيدير ليكوش. الساعه طلعوا الجزائريين كاملين
كاملين كيديروا لي كوش وكيبولوا في السروال. وراه ماشي غير المشجعين اللي ما مربينش، حتى اللعابه ديال الفريق الجزائري ناقصاهم التربيه. لاعب المنتخب الجزائري قليل الترابي نجاح بغداد بدا كيستفز الجمهور المغربي في ملعب مولاي الحسن وكيسبهم بعبارات نابيه وكيتحلف على المغاربه وكيسب ليهم مواتهم. لاعب الاخر تا هو اللي ما مربيش بحالو بحال الكبرانات ديال الجزائر عمورة مشى عند المشجع ديال الكونغو اللي كيبقى واقف بحال شي سطاتي وما كيتحركش وبدا كيضحك عليه وكيستفزو امام الكاميرات. المشجع ديال الكونغو ماشي مجرد مشجع عادي، هو رمز ديال دوله كامله اللي كيمثل الصوره ديال المناضل من الكونغو شدوا الاستعمار وقتلوه وذوبوه في لاسيد. المشجع الكونغولي كيتعتبر ماشي اسطوره، هو صوره مقدسه عند شعب كامل. حتى جاو اللعابه ديال الجزائر اللي ما مربينش، وليدات فرنسا اللي كيعبدوا الاستعمار الفرنسي وباقي لدابا كيعبدوا فرنسا وكيقدسوها. كيفاش بغيتي يحترم واحد من رموز الكونغو اللي كيحاربوا الاستعمار؟ العالم كامل بان ليه وتاكد بان الجزائر فعلا ناقصين ترابي وما مربينش. فتصوروا معايا المشجعين ديال الجزائر اللي جاوا المغرب كاملين كيطلبوا وكينعسوا في الزنقه. فتصور معايا انت تبني تيرانات عالميه وتخسر عليها فلوس كحله ويجي موسخ من الجزائر مربيه الزريبه ويبول ليك وسط التيران. دابا المغاربه من بعد ما تعتقل هذا الموسخ الجزائري اللي كيمثل الزريبه كامله والكبرانات كيطالبوا بالترحيل ديالو لبلادو وما يبقاش في المملكه المغربيه. وتحيه كبيره للامن الوطني اللي تدخل واعتقل هذا الجزائري الموسخ. ودابا علاش فهمتوا المغاربه ناضوا المؤثرين والناس كيقولوا لكم ما ديروش الخير في الجزائريين، ما تدخلوهمش لديوركم، ما توكلوهمش، ما تجربوهمش. هاد الجنس القصيف ديال الجزائر راه ما فيهمش الخير، واخا ديروا اللي درتو توكلوهم تشربوهم ترحبوا بهم ما غاديش يقولوها فيكم زوينه. راه الخير لقيناه في دول ديال افريقيا كاملين وما لقيناهش في الجيران ديالنا. اشنو كتسناو من المشجعين والجمهور ديال الزريبه اللي كيحسدوا المغرب وكيحقدوا عليه؟ عند بالكم دابا الجزائريين ملي غيجيو المغرب وغيشوفوا التطور والبنيه التحتيه اللي وصلنا ليها غادي يفرحوا ويعجبهم الحال. راه غادي يحسدوك وما يحملوكش ويديروا المستحيل باش يشوفوا لك الصوره ديالك. شوفوا المنتخب الجزائري كيفاش كيتقاتلوا فقط حيت لاعبين في المغرب، مساله حياه او موت. ما خاصناش نخسروا نتقصاو من بلاد المراركه. وانتم شفتوا الموسخ ديال لاعب الجزائر نجاح بغداد كيتحلف على المغاربه وكيسب لينا مواتنا وكيقول لك غيدي الكاس من المملكه المغربيه. فكنتمناو المنتخب الوطني يتقاتلوا في التيران ويديروا اكثر من جهدهم ماشي بحال الماتشات اللي فاتوا. وما تخليوش الموسخين ديال الجزائر يتشفاو ويضحكوا علينا. المشجعين اللي استفزوه الجزائريين رئيس الكاف استقبلوا وعطاه تكريم خاص. والمغاربه كاملين متفقين باللي الماتش ديال المغرب والكاميرون غادي يكرموا هذا المشجع وغادي يوقفوا بحاله في التيران باش يردوا ليه الاعتبار من داكشي اللي دارت الزريبه واللعابه ديال الجزائر. اما المشجعين اللي ما مربينش وجاو من الجزائر والزريبه راه غيتحولوا من الرباط لمدينه مراكش. ناس مراكش ردوا بالكم من المشجعين الجزائريين اللي جايين مدينتكم، اكثريتهم شفاره وطلابه وحضيو حتى الاجانب اللي كاينين في مدينه مراكش. هاد الموسخين وهاد الجماهير الجزائريه راه ما جايينش باش يتفرجوا في المنتخب ديالهم بوحدو، راه محرشينهم ومعمرينهم الكبرانات باش يشوهوا سمعه وصوره المغرب. ومراكشيين الحرار كيما الناس في الرباط شجعوا الكونغو حتى نتوما شجعوا نيجيريا. المشجعين ديال الزريبه طولوا عندنا بزاف في البلاد وكل ما طولوا غيديروا لنا غير المشاكل. اللهم يخسروا ويتقساو ويرجعوا لبلادهم في اقرب وقت. اما الجمهور المغربي شجع بلادك بوحدها باش الكاس تبقى في الدار. وراكم شفتوا المصريين اللي شجعتوهم باش ردوا لكم الخير. الواجبي ونادي جينا للمراكو جبنا لك احلى ماشيري حراقه في المغرب